ازيكم يا بنات عاملين ايه؟ اهلا بيكم معايا في قناه دودي وصفاتها السهله. النهارده ان شاء الله عاملين فيديو حلو وبسيط كده وخفيف، وان شاء الله هيعجبكم. هنعمل غدا سريع كده مع بعض وتقولي رايكم في الكومنتات. اول حاجه هنا جبت حله على النار، حطيت فيها ميه وحطيتها تغلي على النار، وعندي بتنجانيه كده حلوه حطها برده تشوي على النار. جبت بقى حله تانية حطيت فيها 3 كوبايتين من الميه ونص كوبايه من الرز، وهسيبها تستوي. انا عايزه الرز ده يتهري قوي قوي. بعد كده هنا هعمل تتبيله حلوه. حطيت هنا معلقه كبيره من الثوم المفروم، او مثلا لو عندك ثوم حطي نص راس ثوم كده مفرومه، وحطيت معلقه من الكزبره، معلقه من الكمون، نص معلقه من الشطه. هحط كمان حبه خل حلوين، ولو عندك ليمون كمان حطي. انا بصراحه اتفاجئت ان انا ما عنديش ليمون. وحطيت نص معلقه من الفلفل الاسود وظبطت الملح. هقلب بقى كل التوابل دي مع بعضها وادوبها كويس قوي قوي. هنا قلبتها زي ما انتم شايفين. حطيت بقى كمان حبه خل تاني لان حسيت ان الخل قليل. التتبيله دي الايه يا دودي؟ هنعمل بيها كبده. هنعمل النهارده كبده برده بطريقه المحلات ولونها الفاتح التحفه اللي انتوا بتشوفوه ده. بس جربوا الطريقه بتاعتي دي جبت كبده بلدي شرايح مقطعه شرايح رفيعه. هبتدي ان انا اتبلها بالطريقه دي. طبعا يا بنات الكبده ما بتتغسلش، يعني معروفه ان الكبده ما بتتغسلش عشان بتزفر لو اتغسلت. هقلبها بقى في التتبيله دي كويس قوي قوي قوي. بس طبعا مصفيه منها الدم خالص، مش مخليه فيها دم خالص. قلبتها كده بقى وهركنها شويه، ومش بحب اتبلها فتره طويله عشان بتحدق. بعد ما تبلت الكبده كده وركنتها، هعمل بقى تسبيكه هنا تانية. جبت هنا حبه زيت زي ما انتم شايفين، وهقطع بقى ايه بصلايه كده مكعبات. صراحه كسلت ان انا اطلع الكبه عشان بصلايه واحده. هفضل بقى كده اقطعها مكعبات صغيره على قد ما اقدر. بعد ما قطعت البصلايه بالطريقه دي على حبه الزيت الحلوين دول، وعندي هنا الميه بدات تغلي، هنشوف هنعمل فيها ايه. هاسيب بقى البصلايه دي كده تدبل معايا، مش عايزه اديها لون غامق، انا عايزاها يا دوبك لونها يبقى فاتح كده. وهنشوف هنحط لها ايه تاني معانا دلوقتي. هقلبها كده تقليبه واسيبها تكمل ان هي تدبل شويه. خلاص كده نبتدي ان احنا بقى هنا سقطت المكرونه في الحله التانية، سقطت مكرونه اسباجيتي. هنا بقى قطعت كمان قرن فلفل زي ما انتم شايفين على البصلايه، وهبتدي ان انا اقلبهم بالطريقه دي. وكمان معلقه توم كبيره هبتدي برده اشوحها. بصوا كل الكلام ده ما اخدش معايا لون، كله هياخد لون ذهبي كده بسيط، وابتدي بقى ان انا اشتغل فيه. ده اللون اللي انا عايزاه، مش عايزاه اكتر من كده عشان ما يمررش معايا. نزلت بثلاث معالق كده من صلصه الطماطم الجاهزه، وهشوحهم بس اطلع الماده الحافظه اللي فيهم بالطريقه دي. وبعد كده بقى مطلعه كيس طماطم من الفريزر، هبتدي برضه احطه يفك كده مع نفسه، واوطي عليهم النار لغايه ما يفكوا ويتسبكوا معايا كويس. تعالوا نشوف المكرونه معانا وصلت لايه. بصوا ما شاء الله المكرونه ولا لازقه في بعضها ولا اي حاجه. هروح بقى كده اغسلها غسله تحت الحنفيه، وبعد كده هنشوف هنعمل فيها ايه تاني. لو وصلتي لغايه هنا بقى ما تنسيش تحطي لايك وكومنت حلو زيك، ولو انت جديده في القناه يا ريت تشتركي في القناه وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد مني. هنا بقى حطيت حبه زيت في الحله، سخنتهم كويس جدا، ونزلت بالمكرونه اللي انا سلقتها. طب عملت كده ليه؟ عشان مش عايزه المكرونه تلزق في بعضها واضطر ان انا اشطفها تاني. انا عايزاها تبقى مفلفله كده وتبقى ايه، ما فيش واحده لازقه في التانية. خلصت المكرونه كده وخلصت تسبيكه المكرونه وركنتها. تعالوا نرجع لحبه الرز اللي احنا سلقناهم، نص كوبايه الرز اللي احنا سلقناها. هنزل عليها بعد ما استوت خالص ودابت كده، هنزل عليها بلتر من اللبن. احط اللبن واقلبه كده كويس، وبعد كده هنضيف له شويه حاجات بسيطه كده نعمل طبق رز بلبن عجب كده، يبقى طبق رز بلبن حلو كده، حاجه نحلي بيها. دوبت هنا 3 معالق من الكريم جانتي و3 معالق من اللبن البودر في حبه ميه صغيرين قوي، ونزلت على اللبن بتاعي. وبعد كده كمان حطيت ايه، حطيت السكر. هظبط السكر بتاعي زي ما انا عايزه. بتحبيه سكر زياده، بتحبيه سكر اقل، على حسب كل واحد وحسب رغبته. نزلت كده بالسكر، دقته لقيته عايز حبه كمان، رحت حاطه له سيكه كمان من السكر. يلا تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه تاني. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، تقولوا رايكم في الكومنتات، وكومنتاتكم دايما بتشجعني. ويا ريت تعملوا شير للفيديو لكل اصحابكم ومعارفكم عشان الفيديو ينتشر والقناه تكبر بيكم كده ان شاء الله. هنا كان في شوائب كده من السكر شلتها. خلاص بعد ما خلصت بقى كده وهيبتدي يغلي، حطيت 3 معالق من النشا على ربع كوبايه من الميه، ونزلت بيهم بالطريقه دي. 3 معالق نشا على ربع كوبايه من الميه. بصوا بقى وصل للقوام اللي انا عايزاه، قوامه كده حلو جدا. خلاص انا يا دوبك بس يبقبق كده واروح قافله عليه. احط بقى دلوقتي الفانيليا. الفانيليا بحب احطها اخر حاجه عشان تبقى ريحتها فيها ريحتها في رز بلبن كده ما تطرش من البخار. خلاص بعد ما غلي هنا بدأت بقى ان انا جبت الاطباق اللي انا هقدم فيها، وعملت كده ايه، حطيته في الاطباق.
يا ريت بقى لو انت لسه ما حطيتيش لايك انزلي بسرعه كده بالله عليكي حطي لايك، وكمان شيري الفيديو لكل اصحابك ومعارفك. وكمان لو انت جديده في القناه وعجبك الفيديو بتاعي اتمنى ان انت تدوسي على كلمه اشتراك وتفعلي الجرس وتدوسي على كلمه الكل عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. هنا بقى خلاص صبيت الرز بلبن. هنا بقى عندي البتنجانيه الحلوه اللي احنا شويناها دي، وكان فايض عندي من يوم المشاوي حبه بصل من اللي انا كنت شاويهم. طبعا مش هرميهم، البصل غالي جدا. رحت شلتهم كده في كيس في التلاجة وهستخدمهم دلوقتي. قشرتهم وحطيتهم في الكبه، وقشرت البتنجانيه دي وحطيتها برده في الكبه بالطريقه دي. وهنحط لها بقى شويه توابل حلوين كده، ونبقى عملنا احلى طبق سلطه بابا غنوج. هنعمل ايه؟ تعالوا نشوف هنحط لها توابل ايه. حطيت هنا حبه طحينه، وكمان هحط بقى كمون وكزبره وشطه، وكمان حطيت قرن فلفل حامي كده، وهظبطت الملح بتاعه وحبه خل وكل الكلام ده في بعضه، وعملت اسرع سلطه ممكن تعمليها. قرن الفلفل ده بيخليها في حته تانية خالص، بيخلي طعمها سبايسي شويه كده وبيخليها حلوه قوي. حطيت توابل زي ما قلت لك، كمون كزبره شطه، الملح بتاعي، حبه خل، وفصين توم كده او معلقه من التوم. هضرب بقى كل الكلام ده ضرب كده نعمها، وزي ما انتوا شايفين هتطلع بالنتيجه دي. طعمها كان خطير وتحفه بجد. انا بحب السلطه دي جدا جدا، وبتبقى بسيطه وخفيفه كده، بتخلص بسرعه يعني مش بتاخد وقت معايا في العمايل. خلاص كده حطيتهم بقى كده في الاطباق خلاص اللي انا هقدم فيها على طول، لان انا خلاص كده الاكل يعتبر معايا خلص. شفتوا غدا اسرع اسرع من كده؟ يعني الغدا بالظبط ما اخدش معايا، ما كملتش ساعه، كنت عامله غدا حلو قوي قوي هتشوفوه دلوقتي. رشه زيت كده بسيطه من فوق الوش، وحبه بقى بقدونس كده، يعني لزوم التكات والحركات بقى والشكل كده اللي يفتح النفس. جبت هنا بقى عندي الرده دي، رده ناعمه بجيبها من عند العطار. بس يعني انصحك نصيحه ان الرده ما تشيليهاش خالص في اي ظرف من بتاعه المطبخ، لازم تتشال في التلاجة لانها بتعمل سوس بسرعه جدا، فانا بشيلها على طول في التلاجة. هنا حطيت بقى حبه رده وحطيت عليهم معلقتين من الدقيق. طب لازمه الدقيق ايه؟ عشان تخلي معايا الكبده فاتحه، يعني هتطلع زي اللون الجاهز اللي احنا بنجيبه من بره على طول. وحطيت كمان معلقه من الكزبره بتخلي لي ريحه الكبده في حته تانية خالص. قلبت بقى كل الكلام ده مع بعضه كويس جدا، وهبتدي ان انا اجيب الكبده بتاعتي انفضها من الثوم، وابتدي اعفرها بالرده زي ما انتم شايفين كده، او اعملها بالخليط اللي انا عاملاه ده. باعملها كلها واحط كده في صينية تانية عشان اقلي على طول. يعني الكبدة مش بتشرب الردة طبعا، فبتبقى كويسة مش زي البانيه. البانيه ممكن اعمله ولازم اقليه على طول. خلاص هعمل بقى كل الكمية اللي معايا بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي، واضغطها كويس جدا جدا في الردة. وبعد كده تعالوا نشوف هنعمل ايه. هنا بصوا ما شاء الله تسبيكة المكرونة اتسبكت تسبيكة حلوة ازاي. حطيت لها كده مكعب من المرقة، معلقة صغيرة من الكمون، معلقة صغيرة من الكزبرة، كمان حطيت معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، وهحط لها مع يعني نص معلقة كده من السكر لحموضة الطماطم مش أكتر. وبعد كده هروح مقلبة كل الكلام ده واظبط الملح بتاعي، ومش هحط ملح كتير عشان انا حاطة مكعب مرقة. بصوا لون التسبيكه تحفه ازاي بقى ومتسبكه كده وجميله. هقلبهم تقليبه واطفي عليهم النار، يبقى خلصت المكرونه وخلصت التسبيكه بتاعتها كمان. تعالوا بقى مع بعض نقلي الكبده. هنقليها كده في زيت يكون سخن ودرجه حرارته متوسطه، عشان مش عايزاها تنشف معايا، لان الكبده ما بتاخدش اي وقت على النار، بتستوي بسرعه جدا جدا. لو طولتي عليها على النار بتنشف معاكي وبتشد كده متبقاش حلوه. يا دوبك اول ما تاخد لون تقلبي على الناحيه التانية، مفيش دقيقتين وتروحي مطلعاها على طول. هتشوفوا اللون اللي احنا هنطلعها بيها تحفه ازاي. بصوا خلاص هي اخدت لون من الناحيه دي، بدات اقلب على الناحيه التانية على طول. بصوا بقى لونها جميل ازاي، يعني هي لونها باين اصلا من قبل ما نطلعها. بصوا اللون تحفه ازاي وفاتحه وجميله ومستويه، وما بتشدش ولا اي حاجه. زي ما بقولك ما تطوليش على الكبده على النار عشان ما تنشفش منك وتشد كده معاكي وانتي بتاكليها. يبقى الكبده اصلا ما بتاخدش اي وقت. بقيت اطلع واحط على طول للباقي. خلصت بقى قليه الكبده. بصوا بقى المكرونه مفلفله معايا وتحفه ازاي. دول بقى حبه الزيت السخنين اللي انا حطيتهم فيها هي اللي خلتها مفلفله كده مش معجنه في بعضها. حطيت بقى حبه المكرونه وفوق منهم حبه الصلصه كده. ويا سلام بقى على طعم المكرونة دي، كان تحفة. جربوا طريقة التسبيكة بتاعة المكرونة دي هتعجبكم جدا جدا. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم وتقولي رأيكم في الكومنتات، وشجعوني دايما بكومنتاتكم الحلوة. وما تنسوش ان انتوا تشيروا الفيديو لكل اصحابكم ومعارفكم عشان القناة تكبر بيكم ان شاء الله. ولو انت جديدة في القناة ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد مني ان شاء الله. حطيت بقى هنا كده الصلصة زي ما انتوا شايفين. تعالوا بقى نشوف الغدا وجماله النهارده عامل ازاي. بصوا بقى شكل الغدا تحفه. وماما كان نفسها تاكل بتنجان مقلي، قالت لها بتنجانيه واحده. وعملت كمان طبق بطاطس محمره
بصوا بقى كان شكل الغدا تحفة وشيك، وفي نفس الوقت كلنا وشبعنا، وكان الاكل شكله يشرف كده. ما شاء الله كان الاكل حلو جدا، وكان عندي بتنجان مخلل برضو حطيته كده، وده الرز بلبن بقى. عملت كام طبق كده على قد ايه السهرة يعني. يا رب الفيديو بتاعي يعجبكم، تقولوا رايكم في الكومنتات، وانا بتشجع بيكم وبكبر بيكم. وما تنسوش تشاروا الفيديو لكل اصحابكم عشان القناة تكبر. وعايزين بقى كده نعلي الاشتراكات كده بسرعة عشان نكبر بيكم ان شاء الله.